انا برضو مش فاهمه قصدك ايه بالكلام اللي انت بتقوليه ده. قصدي ان انا مش حاسه باستقرار من كتر ما بابي ومامي بيتدخلوا في كل تفصيله في حياتي. بقيت احس ان القرارات اللي هم راضيين عنها انا مش عايزه اعملها. ماشي، بس انا مش عاوزاكي تتمردي وخلاص، عاوزاكي تلاقي حاجه انت بجد عاوزه تعمليها ودي اللي تحاربي علشانها. انا عايزه اغني. ايوه انا يا لهوي كنت متاكده انك هتقولي كده. مبسوطة دلوقتي؟ مبسوطة انك عملتي اللي في دماغك؟ انتي وفقدنا فيكي الامل من زمان. انما انا مش هسمح ابدا ان ده يحصل لحالة كمان. قومي يلا معايا، قومي نرجع البيت. مامي من فضلك اقعدي خلينا نتكلم. مش عايزة اقعد، انا جاية اخد حالة وامشي على طول. تمام، بس ممكن قبل ما تاخدي اي قرارات نتكلم؟ اظن ده من حقي. انت سبتي البيت من غير ما تقولي لحد، كأنك عايشة في لوكاندا، وده مرفوض بالنسبة لنا. مامي حلا كبرت ومن حقها تختار اللي هي عاوزاه. وايه اللي هي عايزاه؟ عايزه اغني. والله اهو ده اللي كنت عامله حسابه. عايزه تعرينا انت كمان، وان شاء الله بقى هتغني بالحجاب. لا، مش هغني بالحجاب. مامي بتعملي ايه؟ خلاص انت كمان. اقسم بالله البنت دي ان ما رجعت البيت بكره الصبح هيكون لي تصرف معاكي انت كمان.